السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية. صحتك تهمنا. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وطبعا منتشر مش الأيام دي. هنتكلم عن أعراض الكورونا أو أعراض الكوفيد اللي هي طويلة الأمد. الأعراض الشائعة اللي تم الإبلاغ عنها، والأعراض المختلفة التانية، والمضاعفات الخاصة للحالات الشديدة من الكورونا، ومين أكتر عرضة للإصابة بيها، وإيه هي اللي بيسموها متلازمة ما بعد العناية المركزة. هنجاوب كمان عن كتير من الأسئلة والتساؤلات اللي بتشغل بالنا حوالين هذا الموضوع، عن المتحورات بتاعة كوفيد اللي موجودة الأيام دي ومنتشرة ومشاكلها، وفرقها الفرق بين نزلات البرد والكورونا والإنفلونزا والكورونا، والفئات اللي هي الخطورة بتاعة المتحورات بتاعة الكورونا، مين هم، وطرق الوقاية العامة، وازاي اعرف ان الفيروس بيطلع من جسمي وازاي اتعافى منه بسرعة، والفرق بين البرد الفيروسي والبرد البكتيري، وازاي نفرق بين نزلة البرد وبين الانفلونزا، وامتى يبقى مريض الكورونا او متحوراته اكتر خطورة، وازاي اعرف مصدر الكحة بتاعتي انها جاية من الحلق او من الصدر، علشان الادوية اللي بناخدها او العلاجات المنزلية، واللي يهمنا من اللقاح بتاع الانفلونزا امتى ناخده وممنوع لمين. بكده يكون ابتدينا الفيديو بتاعنا. نرجو في البداية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لاكتر عدد من حبايبكم واصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وتقطع كل توصلكم كل اشعارات. نبتدي في الموضوع على طول، اللي هي الأعراض بتاعة الكوفيد طويلة الأمد، سواء كان الكورونا أو المتحورات اللي نتج منها، والأعراض الشائعة اللي تم الإبلاغ عنها، اللي هم 3 أعراض أساسيين، اللي هم التعب والضباب الدماغي، ضباب الدماغ، والشعور بالضيق بعد أقل مجهود. دي الأعراض الشائعة اللي بعد ما الشخص خد الكورونا وخاف منها ممكن يشتكي بالأعراض ديت بعد كده. كمان في أعراض تانية لبعض الأشخاص، أعراض عامة زي التعب والإرهاق، والأعراض اللي هي بتزيد بعد أي مجهود، أو بعد سواء كان مجهود بدني أو مجهود عقلي أو جسماني. كمان فيه أعراض للجهاز التنفسي وللقلب، زي صعوبة التنفس أو ضيق التنفس، زي الكحة، زي ألم في الصدر، زي خفقان القلب أو ضربات القلب السريعة. كمان في أعراض عصبية زي صعوبة التركيز والضبابية بتاعت الدماغ والصداع من غير أي سبب، ومشاكل النوم والدوار والتغير في المزاج والاكتئاب والقلق، والشعور بوخز أو بالإبر في جسمه، أو آلام مختلفة. كمان أعراض الجهاز الهضمي، اللي هو سواء إسهال أو إمساك في أو ألم في المعدة. كمان في أعراض تانية بتخص المفاصل والعضلات والآلام بتاعتها، وطبعا تغيرات، أعراض بردك للسيدات وتغيرات في الدورة الشهرية، وأعراض ما تعرفش السبب ليها وما نقدرش نفسرها ممكن تحصل. فطبعا الطبيب بيقول لنا إن دي ممكن تكون أعراض من الكورونا أو من التطعيم اللي خدته كوقاية. كمان ممكن فيه مضاعفات خاصة للحالات الشديدة من الكورونا اللي هو الكوفيد 19، ان ممكن يحصل تأثيرات على أعضاء مختلفة زي القلب والرئتين والجلد والكلى، أو ممكن تحصل حالات مناعة ذاتية تستمر أسابيع أو أشهر أو سنوات، زي شخص يجيله التهابات في المفاصل الروماتويدي، وده من غير ما يكون كان عنده قبل كده الحاجة ديت، وبتستمر عنده الألم بتاعتها والكلام ده، فممكن تحصل ليه. كمان أكتر عرضة للإصابة بحالات وأمراض القلب
والرئتين وطبعا السكري وجلطات الدم والحالات العصبية. كمان في حاجة بنسميها متلازمة ما بعد العناية المركزة. الناس اللي هم خدوا كوفيد أو خدوا الكورونا ودخلوا العناية المركزة ممكن بتحصل لهم متلازمة بعدها، اللي هو ضعف في العضلات أو مشاكل في التفكير والتحكم أو أعراض الصدمة صعب تحديدها. تعرض من كمان أعراض بتبقى مزمنة غير مفهومة، فزي التهاب في الدماغ أو النخاع العقلي أو متلازمة التعب المزمن أو فيه أعراض أو عواقب نفسية. طيب نيجي بعد كده نتكلم على بعض التساؤلات متعلقة بالمشاكل بتاع الكورونا ومضاعفاتها والكلام ده كله، اللي هو الفرق بين الإنفلونزا والكورونا. الكورونا أو كوفيد بيكون أكتر معدي وأكتر معدي لفترة أطول، وبينتشر بسرعة أكتر، وبيبقى معاه فقد حاسة الشم والتذوق أكتر بكتير جدا، والحالات المرضية الحادة بتكون أكثر تكرارا مع كوفيد عن حالة الإنفلونزا. طيب الفئات الأكثر خطورة للمتحورات بتاعة كوفيد اللي هو كبار السن والأطفال الصغيرين ومرضى الأمراض المزمنة السبعة ومرضى المناعة الذاتية. كمان أفضل علاجات بناخدها أو تناول أدوية للمضادات الفيروسية اللي هي زي الريميديسيفير أو المونو برافير أو الباكسولاين. بعد كده في عندنا المفروض بنعمل الوقاية العامة على اللي بتظهر الأعراض سواء بتاع المتحور الجديد النيمبوس أو المتحورات كورونا أو كورونا نفسها أو الكوفيد. فطبعا اللي هو ارتداء الكمامة للشخص اللي بيجيله الأعراض، يعزل نفسه، يعمل اختبار عشان اللي هو ATK اللي هو مجموعة اختبارات المستضد، لو إيجابية يبقى لازم يروح المستشفى. وبعض الأدوية كمان ضد الفيروس ممكن ياخدها، أو أدوية للألم أو أدوية للحرارة. كمان فئات الخطورة كمان اللي هي الحوامل واللقاح طبعا دايما بالنسبة للحامل ممكن تاخده، والأطفال اللي هم الصغيرين من 6 شهور ل2 سنين، وكبار السن واللي وزنه كتير أكتر من 100 كيلو، والأمراض المزمنة اللي هي السرطان والسكتة الدماغية والسكري والربو وأمراض الكلى وأمراض القلب والانسداد الرئوي. كمان من ضمن الحاجات اللي احنا بناخدها للوقاية اللي هو التطعيم زائد الجرعة المعززة ليها. كمان نلبس قناع أو كمامة علشان لما نتواجد في أماكن عامة وخصوصا تجمعات شديدة، ونتجنب التجمعات الكتيرة وتجنب الأماكن اللي هي ما فيهاش تهوية كويسة، ونحافظ على المسافة بين وبين الشخص المريض. نغسل ايدينا باستمرار بالمية والصابون أو بالمحلول الكحولي أو بالبخاخة الكحولية، ومنطقة تهوية كويسة ونقلل كثافة الفيروس. وطبعا لو في أعراض على طول بنعزل نفسنا علشان نتجنب العدوى للآخرين. طب ازاي اعرف ان الفيروس بتاعي بيطلع من الجسم بتاعي؟ اللي هو السعال والعطس خلال ايام قليله من الاصابه بتتغير، بدل ما كان سائل ومعاه سيلان من الانف وسائل شفاف بيبقى اتغير اللون بتاعه الى الاصفر او الاخضر. ده معناه ان الفيروس بدا يطلع من جسمي. زائد من خلال العطس والكحه بيبقى اعراض خروج الفيروس من الجسم عشان بيسبب العدوى في الوقت ده. كيفية ان احنا نتعافى من الفيروسات بسرعة، ان احنا نحافظ على النوم الجيد، نحافظ على التغذية الجيدة، نحافظ على الترطيب بتاع الجسم بتاعنا، نشرب مية ونشرب شوربة، نشرب مرقة دجاج او مرقة لحمة بدون دهن عشان نخفف الحمى ونمنع الجفاف بتاع جسمنا عشان نكافح الفيروس ونتعافى بسرعة ونمنع التوترات ونمنع التدخين والكحوليات.
طبعا آه، افضل حاجه لمضاد حيوي طبيعي بالنسبه للكورونا والفيروسات اللي هو اليانسون النجمي، لان في حمض سيمكسيك اللي هو بياخدوا منه التاميفلو اللي هو مضاد للفيروس بتاع كورونا دواء له. الفرق بين البرد الفيروسي والبرد البكتيري، الفرق في الكحة. الفيروسي عشان بيطرد المواد الغريبة، فالكحة بتاعته بتبقى من رئتين وممكن تستمر مدة أسبوعين. كمان التورم بتاع الحلق ده بيبقى فيروسي، بيحصل في مؤخرة الحلق، مؤخرة الفم، تورم واحمرار، و ما تكونش موجود فيها البقع البيضاء والحمراء اللي هي مع الالتهابات البكتيرية. طيب امتى يبقى مريض الكورونا اكتر خطر؟ طبعا لو فيه الاعراض بتاعته استمرت فترة طويلة، او اعراض بقت زادت خطورتها واستمرت اكتر من اسابيع، او ظهرت عليه اعراض جديدة بعد ما خف او بعد 4 اسابيع من المرض، او شعور بالاعراض في اي مكان في الجسم وانتشرت، ده بيبقى كده. طب ازاي اعرف ان الكحه بتاعتي مصدرها من الحلق او من الصدر؟ طبعا الكحه ديت كل ما كانت الكحه بصوت عالي، ده دليل على ان مصدرها من الجهاز التنفسي العلوي، يعني من القصبة الهوية ومن الحنجرة. لكن لو بصوت منخفض يبقى جاية من تحت، من الشعب الهوائية واللي هي من الصدر نفسه، وده بيثير القلق. لأن الكحة ديت عبارة عن جسم بيحاول إنه يتخلص من المهيجات، وبيتخلص من الإفرازات المخاطية اللي موجودة في الشعب الهوية أو في القصبة الهوية. والأسباب بتختلف، أسباب حسب الالتهابات الفيروسية، أو الحساسية في الجهاز التنفسي، أو الحساسية في الجو، في الجيوب الأنفية، أو إذا كانت التهابات بكتيرية أو التهاب رئوي. طيب نيجي بعد كده اللقاح بتاع الانفلونزا. لقاح الانفلونزا ده بنحصل عليه قبل حلول فصل الشتاء، يعني في الشهور اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هو بتاع المفروض من سبتمبر واكتوبر، او اكتوبر ونوفمبر، لان ممكن تسبب مضاعفات خطيره لو جت لنا واحنا عندنا ضعف مناعه او اصحاب امراض مزمنه. فناخد اللقاح، واللقاح ده بيبقى زي الانفلوماك تترا، وزي الفاكس جريب تترا، نوع رباعي يعني، بيقينا من 4 سلالات مختلفة من فيروسات الانفلونزا الموسمية. طبعا بيتاخد مرة واحدة في السنة، ومفعوله بيستغرق أسبوعين، وعشان يعطي مناعة ضد الفيروسات اللي هو ليها، وبيقلل خطرها بنسبة كبيرة، وبيخلي الأعراض بتاعتها أقل حدة، وبيقلل احتمالية دخول المستشفى من الالتهابات الرئوية، وبتعطي حماية لكبار السن ومرضى القلب والسكري والجهاز التنفسي من الإصابة بمشاكل تنفسية خطيرة. ايه الموانع اللي الشخص ما يقدرش ياخد اللقاح بتاع الانفلونزا؟ ان يكون عنده حساسيه من المكونات بتاعته، او متعرض لحساسيه شديده، او تعرض قبل كده لحساسيه شديده بعد ما خد لقاح قبل كده، والسنه اللي فاتت او اللي قبلها، او بيعاني من حمى او عدوى حاده، او عمره اقل من 6 شهور. طبعا فئات لا تفارقها نزلات الانفلونزا طول الشتاء، اللي هي البعض بياخد نزلات متكررة أكتر من مرة على حسب الفئة بتاعت الشخص وإزاي بيتعرض للفيروس، والأطفال اللي بيعتنوا بيهم ومصابين بالبرد والإنفلونزا على طول باستمرار. وطبعا الإصابة بفيروس معين لا يعني أنه بيحمينا من أنواع تانية من نزلات البرد أو الإنفلونزا. ده بيحمي الفيروس اللي هو اتعرض له بس. فنزلات البرد اللي بتستمر أكتر من 10 أيام، أو الالتهابات البكتيرية ديت ما بتستجبش للمضادات الحيوية، بتدل على ضعف الجهاز المناعي.
وطبعا نقي نفسنا بتجنب اللي هو التواجد في الأماكن المزدحمة، ونغسل إيدينا، وعدم ملامسة العين والأنف والفم، ونتناول المشروبات وترطيب الجسم، وناخد فاكهة وخضروات طازة، ونغطي الفم والأنف عند العطس والسعال والكحة. وطبعا كده عوامل الخطورة للإنفلونزا اللي هي أمراض الدماغ والجهاز العصبي، وأمراض فقد المناعة الإيدز، وأمراض الانسداد الرئوي المزمن، والأمراض المزمنة اللي هي أمراض القلب والكلى والكبد والربو والسكري والسمنة المفرطة وأمراض السرطان. طب يا ترى إيه الفرق بين البرد والإنفلونزا؟ البرد والإنفلونزا بيبقى فيها حمى مع زكام، يبقى ده الإنفلونزا. لو من غير حمى، من غير سخونية وحرارة عالية، يبقى دي نزلة برد. بعد كده بنتكلم عن بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. برضه في النهاية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لاكتر عدد من حبايبكم واصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على كل توصلكم كل اشعاراتنا، واكتبوا لنا تعليقات المواضيع والاسئله اللي عاوزين نجاوب عليها. واللي ما اشترك في القناة رجاء يعمل اشتراك. نتمنى الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.